اصطدام كروي مغربي جزائري منتظر في هذا التاريخ في التفاصيل. بعدما كشف الكاف رسميا عن برنامج مباريات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المقررة بالجزائر ما بين 29 من أبريل إلى 19 ماي، بات من المحتمل أن يصطدم المنتخب المغربي بنظيره الجزائري في استحقاق قاري هام شهر ماي المقبل. وتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا، في حين تواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى مع منتخبات الصومال والسنغال والكونغو، وهو ما يعني أن المنتخب المغربي مرشح بقوة لمواجهة الجزائر في دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم. ووفقا للترتيب المذكور فإن مباريات الربع ستجمع صاحب المرتبة الأولى في المجموعة 2 بصاحب المركز الثاني في المجموعة 1، كما تقضي اللوائح ذاتها أن يواجه صاحب المركز الأول في المجموعة 1 بصاحب المركز الثالث في المجموعة 2 أو 3. وبحسب لوائح البطولة، فمواجهة المنتخب المغربي لنظيره الجزائري في دور الربع تبقى محتملة بشكل كبير. ويشارك المنتخب المغربي في بطولة بتركيا في الأيام القليلة الماضية بمواجهة منتخبات آسيوية وأوروبية، استعدادا لبطولة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المقررة بالجزائر ما بين 29 من أبريل إلى 19 ماي.